يا أهلا ويا مرحبا في هذه الحلقة الجديدة. حكايتنا الليلة عن شاب عابر، لكن قصته ليست مثل كل القصص. هذا الشاب العابر حفظ القرآن وهو في سن العاشرة. هذا الشاب أبوه إمام مسجد شهير، لا أعلم أين بصراحة، المهم أنه شهير، وأمه تقرأ القرآن للأطفال، وجده الأكبر كان قد قتل في غزوة بدر الشهيرة، وجده السابع كان ممن شارك في فتح بيت المقدس. فهذا الشاب الذي نتكلم عنه هو شاب مؤثر جدا في المسلمين. كان هذا الشاب يدعو إلى الإسلام ليل نهار ويهاجم المسيحية، لكنه في أحد الأيام رأى الرب يسوع في المنام. الرب يسوع وضع يده على قلب هذا الشاب وعلى صدره، بس بالغلط صار صدره بالشكل ده. الأعراض الجانبية ممكن تحصل، فالواحد يعني يتحمل. إذا كنت مهتما بنقاشات الأديان والرد على الإلحاد فعليك أن تشترك بهذه القناة فورا. فبعيدا عن هذه المقدمة الساخرة، دعونا ندخل في صلب الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الأستاذ محمد رحومة لا نرد عليه عادة في هذه القناة، فهذه المرة الأولى التي أرد عليه، ولذلك علي أن أعطيه حقه الكامل في هذه الحلقة. الأستاذ محمد رحومة هو منصر مصري، كان قد هرب من مصر سابقا بعدما رفعت عليه العديد من قضايا النصب والاحتيال. فالأستاذ محمد رحومة متهم بأنه سرق أموال بعض الفنانين، وأنه أخذ أموال اللي هي أساسا المفروض يتبرع بها لجمعيات خيرية واحتفظ بها لنفسه. لكن كل هذا لا يؤثر على مصداقيته على الإطلاق، لا يجعله كذابا، لا يجعله نصابا، بل وحتى بعض المنصرين، والمقاطع موجودة بكثرة على اليوتيوب، قالوا أنه يدعي أنه يستضيف ناس عابرة، لكن كل ما في الأمر أنه يستضيف ناس بالأساس هي مسيحية ويعطيهم مبلغ 50 دولار من أجل أن يدعوا أنهم تركوا الإسلام وعبروا للمسيحية. هذا ليس كلامي، بل كلام بعض المنصرين الذي سأعرضه لكم في آخر الحلقة. الأستاذ محمد رحومة شغال نصب بامتياز. المسلمون يعرفون هذه النقطة، لكن أكثر المسيحيين الذين يتابعونه لا يعرفون. فأنا من واجبي كمسلم أن أوضح الحقيقة أمامهم، فإن أرادوا أن يتبعوا محمد رحومة مع العلم أنه كذاب نصاب يأخذ أموال الجمعيات الخيرية لنفسه فهم أحرار، وإن أرادوا اتباع الحقيقة واتباع الدليل فهذا الشخص رفعت عليه العديد من القضايا داخل مصر ولم يرد ولم يبين كذب هؤلاء الأشخاص. فدعونا الآن ندخل في موضوع هذه الحلقة. محمد رحومة استضاف شخص هو مسيحي، واضح أنه مسيحي لا علاقة له أساسا بالإسلام. هذا الشخص عامل صدر، يعني حتى الذين قاموا بعمليات لزرع الصدر لم يصبح عندهم بهذا الشكل. فالواضح أن هذا الشخص ركب صوفا وظهر في هذه الحلقة، لأنه من المستحيل أن يكون ذلك صدرا حقيقيا. فالمضحك في الموضوع أنه يدعي أنه أهله حولوه للشكل ده. خلونا بالأول نسمع وبعد ذلك نضحك مع بعض. حولوه لأنثى. هو كان حاطط شال عشان يخبي صدره. المشكلة اللي عند ابننا خالد، طبعا أنا معاه، بيقول أنا مين؟ أنا راجل، أنا ست، وبيتحرشوا بيا في الشارع. بيتحرشوا بيك؟ خليك معايا لحظة لو سمحت. شو كنتم تتوقعين أبصق الماء؟ والله أبويا حيسلخني لو عملتها يعني على هذه السجادة. بتقول أنهم بيتحرشوا بك، أنت بتستهبل ولا أنت بتستعبط ولا شو؟ لك أنا ممكن أتحرش بمحمد رحومة وأنا أساسا يعني أتقيأ لو شفته فقط في الشارع، ولا أتحرش بهذا الشكل. هيدا يا بني آدم، هيدا ده عامل لي ماسك
مش عارف انا بصراحه، يعني الاشكال دي انا بيجيبوها منين؟ عامل لي هذا الماسك، طب انا حعرف منين انك فعلا كنت مسلم وصرت مسيحي؟ من الممكن انك تكون مسيحي وعامل لي الحركه دي، زي ما وحيد ابو شنب عمل نفسه انه كان مسلم، والحلقه مسجله وشهيره لما استضافوا زكريا بطرس كان عمل نفسه انه كان مسلم، وبعد ذلك تبين لما سقط الصوت انه وحيد. حتى الحركات هي حركات وحيد، والفضيحه مسجله على اليوتيوب، وستجدون رابط تلك الفضيحه ايضا في صندوق الوصف. فاذا انت عامل ماسك، انا اعرف منين انك كنت مسلم؟ سيأتي شخص ويقول لي يقتلونه ويعملوا، خلوكم من هالحركات هذه. المسلمون موجودون في جميع أنحاء العالم، حتى في كندا تجد فيها مسلمين، في كل مكان تجد المسلمين. فلو سيخفي هويته بسبب أنه يعيش في مصر، فالمفروض الملحدين الذين يعيشون خارجا أيضا لا يظهرون هويتهم، مع ذلك يظهرون. وأضيف لك، هنالك أشخاص عبروا من الإسلام إلى المسيحية يعيشون في مصر، منهم ماري يوسف، هذه تعيش في مصر ولا أحد تعرض لها. أحمد حرقان كان يعيش في مصر، لا أحد تعرض له. وهكذا الموضوع سخيف، بلا هالادعاءات المريضة. كثير من الملحدين يعيشون في البلدان العربية ولا أحد تكلم معهم. فأنت حينما تقول أنه أنت مش ظاهر لأنك خايف من المسلمين وحد الردة، حد الردة لا يطبق، فبلاش هالحركات. من الأخير أنتوا عاوزين تعملوا عملية نصب، فأنت ما بتظهرش بوشك عشان تطلع بعد حلقتين أو ثلاثة تغير شوي في الديكور وتعمل ماسك جديد وصدر آخر أو شيء آخر وتعمل نفسك إنك عابر تاني. الموضوع بهذه البساطة، أي شخص ممكن يطلع 5-6 مرات يغير بس في الديكور بس وصار عابر. أما لو أنك طلعت بوشك مش حينفع تعمل هذه التمثيلية. تعالوا شوفوا وساخة الإسلام. انظروا إلى هؤلاء الكلاب كيف يسبون الإسلام العظيم. هذا شبيه، والله لولا أنه في عمر أكبر من أبويا كنت مسحت بكرامته الأرض. يعني ينفع يا بني آدم أنه آتي لشخص مسيحي اغتصب أخته وأقول لك تعالوا شوفوا وسخة المسيحية؟ ينفع أجيب لك سائح بريطاني حاول أنه يغتصب كلب في زيارته للمغرب وأقول لك تعالوا شوفوا وسخة البريطانيين أو تعالوا شوفوا وسخة المسيحيين؟ هل ده كلام؟ يعني هل هنالك شيء في الإسلام يقول لك أنه الشخص إذا ارتد اقطع له كذا ما فيش هذا الكلام يا بني آدم. فبلاش يعني تلعب على هذه المسرحيات عشان ما يجيش ناس زيي بتحب الكوميديا ونعمل حاجات يعني بلاش. مش حينفع يعني أذكرها مراعاة للجمهور الذي يتابع القناة ومراعاة للذوق العام. فبلاش اللي مش مصدقين، انت تحب تقول اسمك الحقيقي ولا تخاف؟ في أسرة تقلب ابنها إلى أنثى، دي تحصل لمجرد انه فكر يبقى مسيحي؟ لا، اقتلوه، اذبحوه، اشربوا من دمه، انما تعذبوه كده، لا راجل ولا ست. انهي اله بتعبدوه، انهي اله ماشيين وراه. بما أنك تسأل عن الإله الذي أعبده، فمن الضروري أن أجيبك. الإله الذي أعبده هو الإله الذي لا يضرب، لا يبصق عليه، لا يقتل، لا يصلب، لا يعرى ويلبس رداء قرمزيا. هذا هو الإله الذي أعبده. تقول أنه هذا الشخص يا ريت قتلتوه، يا ريت شربت دمه. والله أفكار حلوة بتسمعوا يا مسلمين يا متوحشين. يا ريت في المستقبل لو حدا يعني ترك الإسلام وراح للمسيحية تشربوا من دمه. انتوا بتحبوا شرب الدماء، الله يطيح حظك. وبعدين بيقول انه صار لا راجل ولا ست. هو الآلة ما زالت موجودة عنده، يعني التستوستيرون ما زال موجود عنده. من الممكن ببساطة انك تقوم بعملية عكسية، ده لو الكلام ده حقيقي، تقوم بعملية عكسية فيرجع زي الأول. وبما أنك نصاب محترف مع شهادة امتياز، اقترح على العوام الذين يتابعونك انك تجمع له تبرعات، فاديله $100 ارميها له زي الكلب كده وخذ لك الباقي. انت نصاب معروف، يعني هل مثل هذه الامور ستغلب عليك؟ ها انا اقترحت عليك الفكرة فلا تنسى نصيبي. يقول انه
خلوه لا راجل ولا ست. تمام. يعني افرض معايا أبوه وسخ، افرض معايا أمه أيضا ستكون بنفس الوساخة. معقول؟ يعني احبكوها شوي، قول إنه الأب كان وسخ وخمرجي وأي شيء يعني عشان يكون كلام منطقي، وأمه بما أنها مسلمة فهي مستضعفة، ما تقدرش تحكي، ما تحكيش في البيت. هذا الكلام الذي ترددونه يوميا على المسلمات، احكي مثل هذا الكلام، احبكها شوي، يعني مش الوالدين كلاهما يعني بهذا الشكل. القصة غير منطقية على الإطلاق. وبعدين من الطبيب الكلب اللي أعطيت له شهادة الطبيب قبل أن يحول هذا الشخص بهذا الشكل؟ يعني هو ما فيش قانون؟ المفروض هذا الشخص هو يوافق على التحويل، على فرض أنه تحول، يوافق على هذا التحول وبعد ذلك يجري العملية، لأنه إذا لم يكن هنالك موافقة من الشخص الذي سيتحول بنفسه فهذا الطبيب سيزج به في السجن، وكذلك الأهل. ومستحيل طبيب يقبل أن يقوم بمثل هذه العملية بدون موافقة المدعي نفسه، بدون موافقة الشخص الذي يريد إجراء العملية. هذا غير موجود في أي بلد، ربما يعني حتى في الغابات غير موجود. فأنت تأتي بشيء لا علاقة له بالواقع أساسا. أنت يعني كيف الناس تصدقك؟ كيف الناس واضعة ثقتها فيك؟ لكن كما يقال أغلب الناس هكذا، يعني أغلب الناس تقاد كما يقاد القطيع. هذه مشكلتي أساسا، يعني حتى مع كثير من المسلمين أنا أدعوهم للدراسة، أدعوهم للعلم، أدعوهم للتعلم. الدين يدعوك للقراءة، الدين يدعوك للتعلم، الدين يدعوك ألا تصدق أي شيء هكذا بدون أي دليل. لا، المفروض يكون عندك أصول وثوابت تعتمد عليها من أجل ألا يأتي أمثال هؤلاء ويضحكون عليك. الكلام موجه للمسلمين والمسيحيين، مش أي حد. فيه ناس يدعون الإسلام ودجالين بينصب على الناس، الكلام ده حقيقي. فالناس المفروض يكون عندها علم، يكون عندها وعي، تحلل الكلام، تعرف الكلام هل هو حقيقي أم غير حقيقي، ولا تأخذ بأي كلام هكذا. فكذلك نفس الشيء بالنسبة لكم يا نصارى. معقول يعني مثل هذه الكذبة تنطلي عليكم؟ معقول مثل هذا الشخص يضحك عليكم؟ حللوا الكلام. والله أنا ذكرت فقط بعض الجزئيات، أما لو توسعت في الموضوع فالموضوع كله فضائح. الكلام ده مستحيل يكون حقيقي، لا عقلا لا قانونا، ولا يعني لا علاقة له على الإطلاق بالواقع. فأتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال على إعجابكم. الفيديو أنا أخذته من قناة الأخ خالد هادفي ناسف الشبهات. أرجو منكم أن تشتركوا في قناته ولا تنسوا الاشتراك في هذه القناة إن أعجبكم المقطع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ونعمة المسيح يا اخواتي. فيديو سريع كده عن الاخ الاستاذ الدكتور البروفيسور محمد رحومة الدكتور. وقف شويه سرقتك للناس، وانك تقعد تقول للعابرين اللي عارفوا الحق الدين المسيحي ان هم متنصرين. انت متنصر، انت المفروض دكتور شريعه وعارف المتنصرين النصريين ايه اصل الاسلام. دي قصه مش هندخل فيها دلوقتي ونقعد نشرحها. لكن احب اوريكم 2 فيديو كده المساعده بتاعته. مره طلعها الدكتوره ياسمين ومره بتفيده. شوفوا معانا ال2 فيديو قارنوا بنفسكم. قعدت حوالي سنه ونص. تمام. وفي اخر السنه ونص ال4 شهور الاخرين تعبت قوي في البحث، تعبت قوي 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 قوي. كان جاد وتطلب العون، يعني انه خيمتها مكسوره عم بتنقط مي على الاولاد، وخيمتها صارت كلها مي، فرشات السجاده عم تقول ما في مي. ايوه. نفس مدرسه وحيد ورشيد وكله، انتوا كلكم ما بتعرفوش تعملوا حاجه غير كوبي بيست. وقفوا كلام عن عابرين. انتوا سوقتوا سمعه الناس اللي فعلا جايه يسوع المسيح. بسببكم كتير مسيحيين سبيشالي في مصر اقباط ما بيصدقوش العابرين بسبب امثالكم اللي بيعملوه. اتكشفت، اقباط المهجر كشفوك في امريكا. عملت قصص وجبت ابنك شريف اخيرا في كاليفورنيا عندك. اوعى تفتكر الناس مش عارفه ايه اللي انت بتعمله. ماشي، كل ده علشان انت تاخد العشور بس بتاعت المسيحيين. وفي قصص تانية طبعا. موضوع انك كنت بتقول الاقباط مهمين عشان غالبيتهم دكاتره وعشورهم كتير، ودلوقتي انت داخل على المخيمات السوريه عشان في ناس كتير بتتبرع عليها. توقف، ربنا يكرمك، ربنا يهديك. انا مش هقول لك اي حاجه تانية. عارف ليه؟ عشان ديننا المسيحي بيقول لنا نحب كل الناس. اي نعم انت ضد المسيح. انا هدي لك حاجه واحده بس، يا ربنا يوقفك يا يهديك. هداكم الله. مش هقول تبا لكم، بس هداكم الله. الله يهديكم.